المصري من حجم فريق الزمالك، وهذه تعتبر يعني اول مره يعني سابقه في كره القدم الفاسيه. واكثر من هذا المواجهه الفريق ممكن له احترام كبير، فريق يعني شرف العرب وشرف الافارقه يعني في المحافل يعني بسجله الكبير من الالقاب. واكثر من هذا يعني يضم تركيبه بشريه قويه وغنيه تعزز المنتخب المصري قومي، امثال شيبرا، واحد السيد، كلهم، احمد حسن، فتح الله. فاظن بانه ضف على هذا يعني كما نقول احنا الكعكه فوق او الملح فوق الطعام، والمدرب حسن شحاته الملح ده مثلا عندكم في المغرب. نعم، فوق الطعام نكن له احترام كبير، شرف كل العرب، شرف الاطر العربيه باحتلاله هذه السابقه 3 كؤوس افريقيا مع المنتخب المصري. فهذا يجعل بانه لازم يعني نحيي بحراره هذا المدرب القدير حسن شحاته. فاظن لما تكون هذه التوليفه بين لاعبين مستوى عالي، فريق عريق له اسم كبير هيكل بطريقه مختلفه، مدرب له مستوى عالي، اكيد فريق كبير، فريق مواجهه معه تعد من المواجهات القويه والمواجهات الصعبه والمواجهات التي نتمناها دائما. فهذا من متمنياتنا. واش راه كلمه تحدي ما نعتبروهاش باسلوب جاحد، لانه فيها نوع من الغرور، نوع من هذا، ولكن احترام مع في نفس الوقت ابراز يعني قوه فريق المغرب الكافي وصحوته، خصوصا هذا الان لانه فريق ممكن يضاهي الفرق القويه مثل الزمالك كما عملنا مع الترجي وعملنا مع نادي افريقيا. فلماذا الزمالك؟ واكيد بانه سوف تعطي قيمه اضافيه للفريق المغرب الفاسي الذي يعني ولادته على الصعيد الافريقي ولاده يعني حديثه وقريبه، ولكن هذا يجعل في انفسنا طموح كبير يعني وحافز كبير، ماشي تحدي، حافز باللقب، حافز باللقب. نعم، حافز باللقب والفوز على فريق عريق. ما خايفينش من الفريق كلهم اللي ذكرتي مع المدرب؟ واش كاين خوف من المغرب الفاسي؟ هو انا بالنسبه لنا الخوف عامل من العوامل الاساسيه لازم نكونوا خايفين منه، وخوفنا منه ماشي لدرجه باننا نخشاه، ولكن الخوف الذي يهيئنا احسن حتى ممكن ندرسه بطريقه يعني علميه وطريقه اللي نكون مهيئين نفسانيا نواجهه ان شاء الله. نعم. طب ايه نقاط القوه اللي شايفها في الزمالك؟ نقاط قوته في وسط ميدانه قياده شيبرا، هجوماته السريعه، وحارسه، ولكن من حسن حظنا بانه غير موجود. وكذلك يعني في هجماته يعني اللي سريعه جدا واللي فعاله. فلهذا ماشي مستاهل باش يمكن لك يعني الهجوم الوسط. طب وخط الدفاع الظهر؟ خط الدفاع الظهر ممكن ولا شايف انه يعني في نقطه سلبيه فيه؟ ما نقدروا نقولوا نقطه سلبيه، ولكن ماشي بحجم، ماشي بحجم وبقيمه وسط ميدان وهجوم. كاين اليكسيس يعني عادي، كاين اليكسيس رشيد سبق وسجل على المغرب الفاسي في تونس، الان كيلعب مع الزمالك. واش كاين قراءه ديال؟ كانت قراءه اليكسيس، وكنا يعني ما وضعناش بقيمته الحقيقيه خصوصا في المباراه ديال الذهاب، وفاجئنا بصراحه، فلهذا احنا عملنا له قراءه خاصه حتى ممكن يعني نحد من فعاليته، خصوصا في الكرات الثانيه، يعني الكرات الساقطه الثانيه هي اللي فاجئنا بها بهدف مع النادي المنظومه. يعني تابعته متابعه خاصه. نعم. ايه اللي بيميزه؟ اللي يميزه بانه يعني لاعب يكسر جميع العمليات في وسط الميدان، ولاعب يقدم يعني يضيف تفوق عددي مع خط الوسط، خصوصا في الكرات الثانيه. الكرات الثانيه دائما يكون قريب منها. ولاعب عنيف.